زي ما اتفقنا، خليك مع عبد الحميد هيرجع لك القديم جديد، ومع عبد الحميد مفيش مستحيل واي حاجة ليها تعديل. دي فبرة سقف بتاع لانسر. تمام، لانسر بومة تقريبا، او مش فاكر، لانسر شارك حاجة كده يعني، مش فاكر. بس ما علينا، هي ناقصة قطعة، والقطعة دي ناقصة في السوق قوي، والقطعة دي اكسباير برضو. تمام. بعض من الناس عارفين يعني ايه اكسباير، والبعض مش عارف يعني ايه اكسباير. فاكسباير دي يعني مدة صلاحيتها انتهت، هي بايشة. تمام. هتمسكها من اي حتة تتكسر. فهي القطعة دي ناقصة ومش موجودة، والراجل بيقول لك عايزين نتكمل القطعة دي. بما انك يا عم ابو حميد بتقول برجع القديم جديد، فاحنا عايزين نرجع دي جديدة. طبعا زي ما قلنا قبل كده، 3D بيبقى محتاج القطعة كاملة عشان يطلع زيها، يعني مينفعش تبقى ناقصة. ولو هي كاملة الزبون هيروح يعمل زيها ليه، وهكذا. زي ما انتم شايفين، احنا بناخد سيخين الاول. سيخ يحد لاين داخلي ولاين خارجي. وايضا بعد ما بنظبط الحاجة في مكانها كويس، بنبتدي ناخد شغلنا. زي ما قلنا ان كل حاجة ليها طريقة معينة ودخلة معينة، يعني كل حاجة ليها دخلة. هنا الدخلة بتاعت الفبرة دي بتركب في السقف، مينفعش تعلى، مينفعش يبقى فيها عالي، مينفعش اللحامات بتاعتك الماتيريال يتخن على الماتيريال الآخر. اتعملت بقى في فايبر هتعلى، اتعملت بأي مادة تانية هتعلى، والفايبر ميمسكش على المواد دي. أيضا في حاجات كتير قوي المواد مبتمسكش عليها، وبأمر من الله المادة بتاعتنا بتمسك على أي ماتيريال، سواء بقى رابر، سواء فبر، سواء بلاستيك، سواء حديد، ايا كان نوع الماتيريال يعني. تمام. هي تندمج مع اي نوع موجود، زي ما انتم شايفين كده ان احنا هنا بنلحم بيها السياخ في قلب الفبر. طيب، مع العلم ان ده حديد وده فبر، ولسه بقى منصبها بنفس الطريقة، وكل ده بيبقى هاند ميد طبعا. والهاند ميد ده بيكون حاجة صعبة جدا، لأنها فيها جهد وفكر ومجهود ذهني ومجهود بدني، وكل حاجة بتبقى فيها جهد. وربنا يعين الجميع. وطبعا أنا بعرض ده عشان كل اخواتي وكل حبايبي في كل دول العالم يستفيدوا، ويعرفوا إن كل حاجة ليها حل. مفيش حاجة اسمها راحت عليها، ولا في حاجة اسمها مدة صلاحيتها انتهت، ولا في حاجة اسمها عربيتي ملهاش علاج أو ملهاش قطع غيار. مفيش حاجة اسمها كده. طول ما احنا موجودين بفضل الله، دايما بيكون عندنا البدائل. حتى لو القطعة دي مش موجودة، ينفع نألف قطعة تركب عليها. هنا بنلمح اللاين عشان كل حاجة تبقى مظبوطة على وضعها. وده دوران بميل كده شوية، زي ما انتم شايفين كده قدام الكاميرا، كل حاجة مظبوطة. طبعا بفضل الله، ده احنا بنلمح المستوى ليه او اللاين ده ليه؟ عشان الدوران اللي موجود دلوقتي لو احنا صبينا عليه، صبينا مثلا وطلع عدل، مش هنعرف ندوره تاني، لازم نقطع ونلحم من جديد. وانا بأمر من الله بحب اخد الشغلانة من شوط واحد، زي ما انتوا شايفين كده. ان انا لما باجي اصور دي حاجات ما بتتعدش، دي احنا بناخدها وان شوت على طول. تمام. دي تاخدها شوط، شوطين، 3، 4 على حسب التصوير. بس اللي انا عايز اقوله ان الشوط اللي احنا بناخده هو ما بيتغيرش، ولا بينفع نعيد فيه ولا اي حاجة. يعني عشان كده بقول لحضراتكم ان لازم النظرة الفنية مع الدماغ الكويسة مع حب الشيء. طبعا الشغل بيطلع مظبوط زي ما انتم شايفين بفضل الله. المقصود من الموضوع ان انت تطول بالك شوية عشان الشغل يطلع معاك مظبوط، ما تستعجلش. ودايما تاخد بالك من الابعاد اللي هو الميل سنة اللي احنا قلنا عليه. وان انت ما تلحمش على عصي وترجع بعد كده تحاول تدورها، مش هتلف معاك. يعني تحاول تلف الفبرة دي دورانها، الدوران مش هيجي. وايضا الحاجات دي بتكون عايزة اللمسة من الاول الفنية، وده اللي احنا بنقوله. طبعا زي ما قلنا، طول ما الدماغ شغالة مفيش حاجة استحالة. واهدى على نفسك شوية، ترتاح ايامك اللي جاية وتكون قد المسؤولية. زي ما انتم شايفين كده، ما شاء الله احنا بنوصل لحل المشكلة الجذرية بالطريقة اللي انتم شايفينها. احنا هنا بنبني بقى، وبعد ما نبني هنجلخ ونجهزه مرة واتنين وتلاتة واربعة، وبنشيل اللزق زي ما انتم شايفين اهو. طبعا ان انت تتعامل
باتنين آلة زي الميني جرافيك والصاروخ. طبعا بالحتتين دول بس بتعمل كل شغلك بالحتتين دول بس، مع العلم ان في امكانيات كتير قوي بتكون احسن من كده. يعني في عدد تانية موجودة في السوق بتكون احسن من كده وبتفرق معاك في الشغل، فهنا بتبص تلاقي نفسك شغال بطريقة احسن. طب اذا انت بتشتغل بالحاجات اللي هي دي الصغيرة دي او الحاجتين دول، وبتعمل شغلك كله عبارة عن مادة، الامير، الصاروخ، الميني جرافيك، تمام، مع الرش بقى والحاجات الاخرى، بس خلينا في دول بس اهم حاجة دول كده بتعمل بيهم شغلك كله. فده دليل على الفن. بعض من الناس بتسمع ان انت بتتكلم كده فيقول لك ان انت بتمجد في نفسك او بتتكلم عن نفسك، او يعني شايف نفسك اللي مفيش منك. لا، كل الناس احلى مني، واتمنى اشوف الناس كلها احلى مني. انا مش بقول انا ولكن بقى لما باجي اعلم بقول خليك دايما فنان. يعني ان انا بقول لك اهم حاجة في الموضوع كله الفن. يعني المشاهد بتاعي المحترم اللي هو بيتعلم مني الحاجات ديت او بياخد فكرة منها، ده بيكون مركز في كلامي كويس اوي وما بيعترضش على كلامي لانه فاهم انا قصدي ايه. اما بالنسبة للاخر اللي هو بيعترض، ده ربنا يرزقه ويصلح حاله. اما بالنسبة للشغل احنا بنعرضه عشان الناس تاخد فكرة وتتعلم، مش لازم تجيني. انا مش بعملك ده بقولك تعالى انا بعملها، لا، ده انت تاخد فكرة بتعمل ازاي. رحت عند صنايعي سواء انت عملتها ايضا او يعني حاولت تفكر، او لو في بلد اخرى بعيدة وعايز تعمل ده زي ما انت شايف كده. احنا بنهتم بدواخل وخوارج عشان المنحنيات ومكان الكليبسات، وان الحاجة تركب على وضعها وتكون مظبوطة. احنا بنعمل حساب الكليبسات، حساب الكليبسات ان احنا بنفنش كويس، حساب الفك والرباط ان احنا نحط سياخ جوه الماتيريال، حساب الفينش ان الشكل المنظر العام بنفنش على اعلى جودة، والفينش قبل الرش كمان. يعني بعد الرش ده لازم الفينش يطلع بروفيشنال، بس قبل الرش برضه لازم تكون بروفيشنال، تطلع الشغل المظبوط اللي ما ياخدش معجون، لان ما فيش مساحة للمعجون. دي ماتيريال مش محتاجة تكون مساحتها تخينة، وايضا دي بتكون اصعب من ان انت تعمل الماتيريال تخين، لان الماتيريال لو تخين او انت بتدخل مكان شغلك كده عشان تعرف تشتغل، ده مش هيركب، وده يبقى اسمه برضو شغل عشوائي حتى لو كان شكله حلو. هنا احنا بنقفل كل الفراغات وبنبتدي نصنفر تاني. زي ما قلنا الصاروخ ده ما بتضغطش عليه، الصاروخ ده بتمسح بيه بس كده الرذاذ بحيث ان انت تخلي الحاجة مظبوطة وعلى تراك معين. فخليك معايا للنهاية وشوف ازاي هنكمل الحكاية. كل ما في الحكاية ان انا بقولك ان كلامنا ملوش نهاية. ملوش نهاية يعني عندنا كل يوم الجديد. لو بنتكلم على الفيديوهات اللي انا بعملها، فكل فيديو من دول ينفع تفتح بيه مشروع. يعني لو اشتغلت بتاع فايبر هتعمل مشروع، لو اشتغلت بتاع صدمات بس هتعمل مشروع، لو اشتغلت بتاع مرايات بس هتعمل مشروع، لو اشتغلت بتاع سروجي بس هتعمل مشروع. وايضا حاجات كتيرة قوي انا اعملها ينفع يتعمل بيها مشروع. فطبعا انا بضيف لكل حبايبي وكل الناس وبشهادة الشهود، احنا لما عملنا الطبالين حباية ورش والكلام ده وعلمنا الناس، ده بقى يعملوه بره مش بس في مصر زي ما انتم شايفين حضراتكم. وكمان بضيف معلومات ان احنا الحمد لله كان في الصين وفي اماكن اخرى، وابحث وانت تعرف ان شغلي الحمد لله في العالم كله كل الناس بقوا يعملوا نفس الطريقة والطرق الجديدة. كل بتاع الطبالين اللي بيقابلوني اللي بيعملوا الطبلوهات بقى بيعملوا نفس الطريقة اللي انا بعملها. وده الجديد، ان كل الناس هتعمل الفبر زي ما انا بعمله وكل حاجة، بس هينقص المادة، والمادة احنا بنوزعها للناس عشان برضو محدش يبقى محتاج حاجة. وايضا قلنا البدائل بتاعتها برادة تيل، برادة حديد، قلنا ممكن طفي السجاير، ممكن حاجات كتير قوي، ممكن فل، ممكن سفنج، ممكن حاجات كتير قوي تمسك مع الامير. تمام. بالنسبة للناس اللي عايزة المادة بتقولي وببعت لها. كمان شغلنا بقى مسمع في كل حتة الحمد لله برضا ربنا ثم دعواتكم.
ثم الناس الجميلة اللي بتدي فينا تعليقات كويسة ومحترمة. وطبعا أنا بشكر كل حد محترم قال فينا كومنت كويس، وبشكر برضو الناس اللي قالت فينا كومنت مش كويس. يعني بنشكرهم ليه بقى؟ الناس اللي قالت كومنت مش كويس بنشكرهم انهم دخلوا بصوا علينا بس، وبنشكرهم انهم اهتموا بينا وغلطوا فينا. طب هما ينفع يهتموا بينا ويغلطوا فينا؟ لا، ما هم غلطوا فينا دول بيكسبونا حسنات، يعني احنا بنشكرهم عشان هما كسبونا حسنات. اما بالنسبة للناس الجميلة اللي بتقول فينا كلمة كويسة، هو كسب حسنة وانا كسبت حسنة، انه بخليته يتكلم عليا في غيابي بشكل او باسلوب كويس ومحترم. بس الحاجات اللي الناس بتتكلم علينا فيها كويس دي الناس المحترمة والناس الجميلة اللي هي قلبها طيب والناس اللي بتفهم. انما الناس اللي هي دماغها على قدها شوية محتاجة تتعلم وتاخد كورس ويتفرجوا علينا عشان يتعلموا، دول اللي بيقولوا فينا اسلوب مش كويس، دول خدنا من وراهم حسنات برضه، استفدنا منهم. يعني مش زعلانين منهم لانهم فادونا، عملوا فينا حاجة كويسة. انا عايز اقول يعني ان كل امر الانسان خير، واحنا راضيين بكل اللي يرضي ربنا وبكل اللي يقسمه لنا ربنا، سواء خير او شر، والحمد لله على كل حال. وربنا يريح لكم البال ويحقق لكم الامال. وانا فوق كل احتمال لازم اتعامل مع كل الناس المعاملة الحلال. الحمد لله احنا ما بنعملش حاجة غلط في حد او بنضايق حد. الحمد لله ربنا يسعد الجميع. وبشهادة الشهود اللي انا عايز اقوله ان ربنا يكرم الجميع واشوف الناس في احسن حال. زي ما انتم شايفين احنا وصلنا الفبرة لاحسن شكل. هوريكم بعد ما صنفر وبعد ما اخلص شكل الفبرة اللي كانت ناقصة بعد ما كملت، ولكنها حصل حاجة عندي بعد ما تترش فش معجون، حتى بعد ما تترش هتطلع زي الفل مسطرة، لان انا ما سبتش فيها اي حاجة ما اتعملتش. منحنيات والحتت العريضة واللي غيره وغيره، كل حاجة اتعملت كويسة. اما بالنسبة للناس اللي بتسأل عن رقمي على الصفحة، واللي عايز يتواصل لينا يكتب على جوجل مين هو عبد الحميد زهير للسيارات، طبعا هيطلع لك الى عبد الحميد زهير. واللي هيقول المخترع المصري برضه هيطلع لك، واللي هيقول اللي بيرجع القديم جديد برضه هيطلع لك على جوجل. تمام. ايضا على اي منصة اكتب عبد الحميد اللي بيرجع القديم جديد. تمام. وهنا يعني انا مش بضيف للناس ان انا لا، انا بضيف للناس بعض من الناس بتبقى عايز توصل لي او رقم تليفوني، وانا مش كل التعليقات بقعد ارد عليها او بتابع كل التعليقات عشان محدش يفتكر ان انا مقصر معاه. انا بشتغل بايدي وببقى ماسك الصاروخ بايدي، ودي حاجة بتكون صعبة شوية ان انت ترد على التليفون وان انت تشتغل بايدك وان انت تركز في الشغل ده. الشغل ده محتاج تركيز عالي جدا جدا جدا. يعني الشغل ده ما بيجيش كده من نظرة وخلاص او كده وخلاص، لا طبعا لازم تركز عشان تطلع سواك، تطلع الميل، تطلع كل حاجة بالتفصيل. زي ما انتم شايفين ممكن دي حاجة صغيرة بس هي صعبة جدا جدا. خلي بالك حضراتكم زي ما قلنا قبل كده، الصغير هو القوة في الفن والعلام والطريقة وكل حاجة وحل المشكلة. الكبير ده سهل، ممكن بعض من الناس يشتغلوا والبعض لا، او عادي هتتحل يعني. انما الصغير ده متعب جدا، محدش يقدر يفكر فيه. بصوا هنا الميني جرافيك بنعمل الدوران وبنطلع كل حاجة على وضعها وفي الوضع السليم المظبوط، يعني ما بسيبش اي دفوهات لما اخلص شغلي كله واطلع كل شغلي على اعلى مستوى واعلى جودة. طبعا تحياتي للجميع وبشكر كل الناس الجميلة اللي بتقول فينا كلمة كويسة، وشكرا للجميع. ومعلش ان انا طولت عليكم الفيديو، انا اسف. بعض من الناس بتحب فيديوهاتنا انها طويلة، والبعض بيقول لك الصوت وغيره، وانا لما بتكلم في الكلام ده انا مشغلش بالي بحاجة، بس بحب اضيف للناس الكلام المنور، علشان بعض من الناس بتبقى نفسها ان الفيديو يخلص في ثانية، والناس نفسها الفيديو يخلص في سنة. بس هي فيديوهات ممتعة إلى إنها تفصيلة قطعة مش موجودة وبقى ليها وجود. خليك معايا للنهاية وشوف ازاي كملنا الحكاية. حكاية هنا ان احنا ما بنخليش حاجة اسمها عربية قديمة، مفيش حاجة اسمها راحت عليها، مفيش حاجة اسمها ملهاش حل بفضل الله. بأمر من الله كل حاجة ليها حل مهما كانت صعوبتها. تمام. هنا احنا بنعمل أدق التفاصيل. ربنا يا رب يديكوا الصحة، واتمنى الناس تتعلم عشان لو الواحد جراله حاجة يبقى برضو في ناس كويسة
وناس بتعمل الشغل واتمنى كل الناس تبقى جميلة. انا مش عايز حد يجيني، يعني مش عايز اصلا ان انا بعمل ده عشان الناس تيجي جري وتيجي عليا، لا لا. انا عايز الناس تاخد بالها من ده وتشتغل بايديها بعد كده. ما ينفعش يعني انت في ايديك ما تدخلش سباك بيتك، في ايديك ما تدخلش نجار بيتك، في ايديك ما تخليش حد يصلح حاجتك، في ايديك كل حاجة. وعلى فكرة يا جماعة، هو احب اضيف معلومة لكل الناس. هل كل الناس زيي؟ لا، ده ممكن الناس تبقى احسن مني، وممكن تبقى ناس جميلة وفي مستوى راقي واعلى. ايه الفكرة؟ المخ ده مليان بارتيشنات. شوف انت عايز تفتح انه بارتيشن ونميه، هتبقى بروفيشنال فيه. اوعى تفتكر ان اللي عندي مش عندك، ده اللي عندي عندك وبزيادة كمان. بس انت طلع الجزء ده، افتح البارتيشن بتاع الاصلاح، هتلاقي نفسك تنمي نفسك. الكلام علمي ده على فكرة يا جماعة، مش كلام في الهوا. افتح البارتيشن بتاع الاصلاح، صلح، هتلاقي كل حاجة بتصلح معاك وبترجع الحاجة زي الفل. ومع الممارسة هتبقى ايدك حلوة وتاخد على الحاجات الجميلة، واللي جاي احسن واقوى ان شاء الله. الدورانات والمنحنيات هنا خلصناها. انا بس ضفت معلومة مهمة: اي بارتيشن تفتحه هتنميه هيطلع معاك زي الفل ما شاء الله. الميل زي الفل والفبرة رجعت جديدة. بس انا طبعا زي ما انتم شايفين في فيديو جديد وفكرة جديدة وحل مشكلة جديدة، وتقولوا لنا رأيكم والفينش طلع ازاي. وان شاء الله اللي جاي احلى. بصوا السكر رفيعة ازاي، بصوا المستوى، بصوا الحاجة رجعت على وضعها ازاي. بس طبعا فيديو جديد، فكرة جديدة وحل مشكلة جديدة. والى اللقاء، تحياتي الجميع.